ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير احسن حال. هنعمل مع بعض بقى حاجه الكل بيحبها والكل بيعشقها، لكن قبل ما ابدا نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده هنجيب حاجه، يعني كوبايه من الحلبه او كوبايتين من الحلبه اللي هي المحببه. تمام كده. هنبلها طبعا في الميه، هنغسلها كويس حوالي 5 مرات 6 مرات كده. وبعد كده بعد ما غسلناها كويس، تمام، هنضيف عليها كده كوبايتين من المية علشان خاطر لما تيجي تزيد معانا لما تيجي تزيد معانا وكده في المية، مش تبوظ معانا وكده. اهم حاجه لازم تكتري لها الميه. احنا طبعا هنسيبها ليله كامله. تمام. انا مثلا بليتها من بالليل، تاني يوم انا طبعا جبتها زي ما انتم شايفين كده، طلعت معايا لون اصفر. طبعا هنغسلها، طبعا بعد ما طلعت معانا اللون الاصفر ده هنغسلها كتير علشان خاطر عاوزين نطلع منها اللون. تمام كده. طبعا هنجيب طبعا كوبايه زي ديت، او ممكن لو مش متاح عندك الكوبايات اللي زي البلاستيك ديت، ممكن تجيبي مصفى او تجيبي حاجه المتاح عندك، بس اهم حاجه تكون الحاجه متخرمه عشان تنبت معاكي بكل سهوله ومش تعفن معاكي ولا تبوظ. تمام كده. انا جبت طبعا مسمار خرمت زي ما انتم شايفين كده الكوبايات. المسمار انا سخنته على النار وبعد كده خرمت الكوبايات زي ما انتم شايفين كده. بس اهم حاجه لازم تسيب الحلبه تبقى معاكي قبلها بليله. تقوم انت بلاها قبلها بليله وغسلها كويس علشان خاطر لما تيجي بقى تحطيها في الكوبايات تطلع معاكي كويسه وتطلع معاكي ريحتها حلوه كده. تمام. طبعا انا عملت 3 كوبايات، عملتهم كده نصاص، يعني نص كوبايه ونص ونص زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده طبعا هنجيب منديل زي ما انتم شايفين هنطبقه كده. تمام. احنا بقى هنضيف كده بمعلقه بسيطه كده، هنضيف الميه فوق كده علشان خاطر تبوش، عشان خاطر الحلبة تنبت معانا بكل سهولة. يعني الموضوع ما خدش مني يعني يومين بالكتير. تمام كده. يعني مثلا اليوم التالت مثلا عملته الصبح، يعني قولي مثلا يومين، يعني مش مكمل اليوم التالت عشان عملت، يعني انا جهزتها التالت يوم الصبح. تمام كده. طبعا هنجيب كده فوطة مطبخ، اي حاجة عندك، بس اهم حاجة تكون الحاجة ديت تقيلة شوية. تمام. او مش تقيله، ممكن تكون خفيفه لو حسب الجو عندك. تمام كده. تكون الفوطه مبلوله من الميه علشان خاطر تساعدك لما تيجي الحلبه تنبت. طبعا الحلبه دي تاكليها بقى على اي حاجه، تاكليها على جبنه قريش، جبنه بيضه، جبنه قديمه، اللي انت حباه كله، يعني ما شاء الله. والحلبه دي بصراحه والدي كان بيحبها جدا، الله يرحمه يا رب ويحسن اليه. ويرحم كل اموات المسلمين يا رب. كان بيعشقها بصراحه. كذا مره يقول لي خدي كلي، اقول له لا انا قرفانه. يعني في حاجات كنا ما كناش بناكلها واحنا كنا صغيرين قبل الجواز مثلا، وكلناها بعد الجواز. يعني ما يعني يعني الوضع بيختلف جدا. يعني البنات اللي ما بتاكلش الحلبه، كليها حلبه مفيده جدا وكويسه جدا وطعمها روعه بصراحه. طبعا لو انت مش حباها تاكلها كده، ممكن تضيف عليها ليمون، عصره ليمونه كده من فوق وتاكليها، طعمها روعه على اي اكله انت عاوزاها. تمام كده. طبعا انا سبتها ليله كمان. تمام. يعني هي بتحاول اللي هي بتنبت معايا، يعني كل المنديل بينشف معايا اضيف عليها، اضيف معلقه من الميه. كل الفوطه بتنشف معايا اضيف ابل الفوطه ميه، طبعا عشان احنا في الصيف. تمام كده. ويجي الجو بيبرد بالليل، يعني الموضوع مش ظابط معانا، الجو مش ظابط معانا. زي ما انتم شايفين كده نبتت معانا دي اليوم التالت، دي بتاع الصبح، اليوم التالت اللي انا جهزتها. تمام كده. وطبعا ممكن تحطها في التلاجة علشان خاطر بس الجو حر. لو الجو حر بزيادة، يعني البلد كلها بتختلف على الجو وكده، تحطها ممكن في التلاجة. انا حطيتها يوم في التلاجة وبعد كده طلعتها عشان بس مش تبوظ مني. زي ما انتم شايفين كده نبتت وعادت شكلها جميل وشكلها روعة. تنفع بقى للاكل كده وتاكليها زي ما انت حابة، زي ما انت حابه وكده يعني. ونجيب كده ليمونه كده، وتجيبي طبعا عندك ريحان، عندك نعناع، ممكن تاكلها تاكليه معاه كمان. يعني حاجه لذيذه جدا وحاجه طعمها روعه. اتمنى يكون الفيديو بتاعي يعجبك. مع الف سلامه.